لحقنا اليوم برنامج السمع البصري. تفرج اليوم نخرج نفوت 100 كيلومتر من الجزائر، لا إذاعة وطنية، لا البهجة، لا الاستقبال ضعيف. ما كاش تخرج من الجزائر كانك تخرج تفوت ولايه الجلفه تسمع اذاعه وطنيه، بصح كي تخرج من ولايه غردايه تفرض عليك تسمع قناه الدوله ميديان عليك تسمع ميديان. هذا عيب وعار. قلت لك سوي نظف عندك، سقم مؤسساتك حتى المواطن يعرف واش يسمع. تبقى كانك تخرج من الجزائر كانك في غيبوبه. البث الاذاعي البث الاذاعي ما كاش، نهضروا بكل صراحه. لا البهجه الاذاعه الوطنيه لا كانت الاولى لا الثانيه لا الاولى الثانيه ما كاش. المشكل اليوم اننا نزودوا حل باش المواطن كي يخرج من الجزائر راح يسمع على السياره يسمع الاذاعه الوطنيه تاعو، ما ترغملوش باش يسمع اذاعه اجنبيه. هذا هو الشيء خطير، خاصه عندنا من ناحيه البيض سيد الشيخ وتروح بني ونيف، ابقى على اخر الاذاعه الوطنيه تسمع غير المغرب كانك في المملكه. هذا شيء خطير. اليوم احنا واش نواجهوا ان وسائل الاعلام راهي امتصت الشباب البطل. اليوم كي تغلق جريده وتحكم باغ لا بوبليسيتي، تسيطر على لا بوبليسيتي، راك تبعتو يدفع العمال تاعو للبطاله رغم منه. اليوم انا نشوف اليوم الشعب الجزائري سي عبد الكريم متمسك بمؤسساته الامنيه في غياب الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه تبان غير نهار العراس. رائع، لانه وقت البرنامج انتهى. نعم بسرعه سالي بسرعه. اليوم انا شفنا كيفاش اليوم المؤسسه الامنيه كيفاش تتحكم في بعض المبادرات، عين صالح، غردايه، ورقلات، وقلت كيفاش تتحكم فيها بكل احترافيه. ما لم تشهده الجزائر من قبل، وهذا منذ وصول السيد عبد الغني الهامل الى على راس مدير العمل الوطني، كيف اصبحت الشرطه بكل احترافيه تتحكم. الدرك الوطني عم خدامه منات كيف اللي عنده خبره وفات على عده مراحل. نعم. واليوم كل الوضع مرهون على المؤسسه العسكريه في الحدود، على السيد قائد اركان نائب وزير الدفاع. رائع. الدكتور معرف باش نختم الحلقه. نقول فقط بانه صراحه التسيير الكارثي للبلد وانعدام الرؤيه وضعف وقصور في كل الجوانب. هل انت متفائل بقطاع السمع البصري في لا لست متفائل. لست متفائل لانه نعرف جيدا بان السلطه صراحه لا تريد خيرا لهذا البلاد. ولما نقولها مش ما نقولهاش عاطفه، نقولها لانه عندي ملفات. لانه صراحه لما نشوف انت تركيبه سلطه الضبط صراحه يعني تحيل وهي رميم تعاود ترجع لوجوه صراحه مقيته، وجوه اللي هي فقط جايه فقط لتقمع. ولكن انا متفائل بشيء يعني اخر. برايك ما كانش نيه واراده سياسيه لتطوير القطاع؟ فيش اراده. شوف ما لم يرحل هذا الديناصورات تحكمنا، وللاسف انقرضت في كل شيء. اللي بقات في البلد هذا نطلب من الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان انه ان شاء الله ينقرضوا من هذا البلاد، لانه بدون رحيلهم نبقاو دائما في هذا المأساة. كلمه اخيره. شو كلمه بسرعه نطلب من الحكومه، نطلب من سيد من